يوم عاشوراء يكثر فيه الجدل، لا سيما بين أهل السنة والشيعة. فأهل الشيعة يرونه يوم حزن، فالشيعة يرونه يوم حزن وألم، وهو كذلك، لأن سيدنا الحسين عليه سلام الله استشهد في مثل هذا اليوم في كربلاء، وهو صفوة أهل بيت النبوة ومن شايعهم من الأصحابة والتابعين من الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لا شك أن في مثل هذا اليوم ألم. أهل السنة يرونه يوم فرح. لماذا؟ لأن الأصل في هذا اليوم هو نجاة سيدنا موسى. سيدنا الحسين استشهاده جاء لاحقا. هو يكثر الجدل حتى أراد البعض أن يطعن في موضوع الصيام عاشوراء والأحاديث بالرغم من صحتها. نقول لا نحتاج إلى هذا كله. من عاش معنا الفرح في يوم عاشوراء بذكرى نجاة سيدنا موسى وانتصاره على فرعون، وملمح آخر، نحن نحتفل بعاشوراء لأنه أيضا يوم نصر سيدنا الحسين، يوم أن انتصر الحق على العتاد والسلاح والعدة. كيف نصر وهو قتل مع ثلة من أهل البيت والأنصار؟ نعم، لأنه ثبت على المبدأ. الذين قتلوه إلى الآن الأمة تذكرهم بالويل والثبور، لكن إذا ذكر سيدنا الحسين امتلأ القلب محبة وفرحا وسرورا وإجلالا وتعظيما واستشعارا لثبات سيدنا الحسين في ذلكم اليوم. إذن هو يوم نصر لسيدنا الحسين. فإن فرحنا بكونه يوم نصر لسيدنا الحسين ويوم نجاة لسيدنا موسى فنحن على قدم. وإن شعر بعضنا حتى من السنة بالحزن والألم حين تذكره للمأساة التي حصلت، للظلم الذي نال آل بيت النبوة في مثل ذلكم اليوم. سيدنا الحسين لم يقتل حتى رأى أبناءه جميعا قتلى أمامه، باستثناء سيدنا علي زين العابدين، كان يلقب كان في الأول بعلي الأصغر، لأنه سيدنا الحسين عنده علي الأكبر وعلي الأوسط وعلي الأصغر، وعنده أبو بكر وعمر الأكبر وعمر الأطرف الأصغر، وعنده عبد الله. آيات واحد يظن أن محبة آل البيت من لوازمها سوء الأدب على سيدنا أبي بكر وعمر. انظر، سيدنا علي سمى من أولاده أبو بكر وعمر وعثمان، سيدنا الحسن سمى أبو بكر وعمر، سيدنا الحسين سمى أبو بكر وعمر، اثنان من أبنائه سماهم عمر. رأى سيدنا الحسين أبنائه يقتلون، رأى أكثر أبناء أخي سيدنا الحسن أي أبناء الحسن الذين حضروا يقتلون، رأى أبناء أخته السيدة زينب يقتلون أمامه، رأى أبناء ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب يقتلون أمامه، واحدا تلو الآخر يحصدون. رأى الأنصار الذين معه يقتلون واحدا تلو الآخر وهو يقاتل رضي الله تعالى عنه، حتى قتل رضي الله تعالى عنه ولقي ربه شهيدا. لا شك أن الإنسان عندما يتأمل هذه القصة لابد أن يشعر بالألم وبالحزن. هذا أيضا مقتضى المحبة لسيدنا الحسين. فمن فرح بمقتضى نصر الله لسيدنا موسى ولسيدنا الحسين بثبات سيدنا الحسين فهو على قدم وعلى صواب. ومن شعر بالألم والحزن عند تذكر الواقعة فهو أيضا على محبة وعلى صواب. لكن الغلو هو المرفوض. ما هو الغلو المرفوض؟ طائفة غالوا حتى اعتبروا هذا يوما أسود لا يجوز أن يفرح فيه أحد، ومن فرح فيه فمعنى هذا أنه من النواصب أي مبغضي آل البيت الذين ينصبونهم العداء وهذا تطرف. والبعض يعبر بشق الجيوب ولطم الأجساد، وهذا مخالف للشريعة المطهرة. نهينا عن شق الجيوب وعن النياحة وعن ضرب الأجساد. عبر عن ألمك بما يتناسب، هذا اختيارك في طائفتك، لك ذلك لا نمنعك، لكن هذا الذي تعلمناه من الكتاب والسنة. والغلو الذي في المقابل الطرف الثاني الذي ظهر من ريح النصب التي بدأت تهب على بعض من ينتسبون إلى السنة، حتى صار البعض يتكلم عن سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه على أنه هو المخطئ، بل تجاوز البعض إلى الثناء على يزيد بن معاوية الذي جمهور أهل السنة يعتبرونه فاسقا، جمهور أهل السنة يقولون بفسقه. قال الإمام الحافظ الذهبي قال: ماذا نقول في رجل كان أول عام من حكمه قتل ابن بنت رسول الله ومن معه، وكان في ثاني أعوام حكمه استباحة المدينة في وقعة الحرة وقتل أهلها، وكان في ثالث عام من حكمه رجم الكعبة بالمنجنيق فقصف الله عمره. فالجمهور أهل السنة على أنه فاسق. ويروى عن الإمام أحمد عن أحد قوليه أنه كان يلعنه بالتعيين، وفي رواية أخرى عن أحمد لا، أنه لا يلعن بالتعيين. وهناك رواية مرجوحة بكفره لكن لا نقول بها،
بسبب أبيات نسبت إليه فيها عبارات من الكفر. فإذا جمهور أهل السنة على فسقه. يأتي بعض الناس اليوم ويصل به الشطط والتطرف إلى أن يترضى عن يزيد. المصيبة هذه الكبيرة، بل أن أحدهم قدم رسالة ماجستير في بعض الجامعات الإسلامية، وللأسف أقرت له، اسمها مناقب أمير المؤمنين يزيد المفترى عليه. يزيد مفترى عليه، هذا المجرم السكير الذي اجتاح المدينة، اجتاح جيوشه مدينة رسول الله واستباحت أهل المدينة. وذكر الإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أهوال مما ارتكب من الجرائم ضد الصحابة والتابعين ومن كان في المدينة ممن خالفوه ورأوا أنه ليس بأهل. وين رمى الكعبة بالمنجنيق؟ أي فضائل، أي مناقب تتكلم عنها؟ هذا غلو أيضا نعيشه اليوم، هذا غلو يؤدي إلى النصب، أي من النواصب. حتى أن كنا في بعض الندوات وأحدهم قام يتكلم يقول نعم قتل الحسين لأنه خرج على ولي الأمر. تعال أنت هنا تظن أنك تدافع عن ولي الأمر، أنت هنا تدين أو تضر ولي الأمر في البلد التي تتكلم فيه، لأنك تشبه مفهوم ولي الأمر بيزيد، تقيس على يزيد المجرم الفاسق. أنت هنا تضر ولي الأمر في بلدك، لا تنفع ولي الأمر عندما تقارن فيما بينه وبين يزيد. هذا أيضا من الشطط الذي يحصل. فنحن أمام تطرفين، تطرف وصل إلى حد النصب بمعنى مناصبة أهل البيت العداء، وصل إلى حد الدخول في النواصب الذين يثنون على يزيد ويخطئون الحسين. واحد قال لي لأن يزيد ابن صحابي، قلت الحسين ابن نبي، تكلم عن إيش؟ الحسين هو صحابي وابن بنت رسول الله، سيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسن، ريحانة رسول الله من الدنيا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه. تتكلم عن من أنت؟ سيدنا الحسين رجل كان صدر رسول الله مرقده، كان صدر رسول الله ملعبه، وحجر رسول الله مرقده، وظهر رسول الله مركبه، وريق رسول الله مشربه. من تتكلم أنت؟ هذا تطرف يصل إلى حد تخطئة سيدنا الحسين. روي عن البعض حتى من المنسوبين من أهل السنة، لكن ليس إلى هذه الدرجة من النصب. وهناك تطرف في المقابل، وهو جعل المسألة لا تقبل مجالا للفرح بفضل الله في شهر عاشوراء، واعتبار كل من يفرح بذلك معادي لآل البيت. فكلا أو اللطم والضرب وشق الجيوب، كلا التطرفين مرفوضة، كلا التطرفين مرفوض. عندنا لا نقبل هذين الحالين. طيب إذا كنا لا نقبل، ماذا نفعل بمن يفعلها؟ نضربهما، نخرجهم من الملة كلها؟ لا الناصبي كافر ولا الرافضي كافر، نرى أنهم على غير حق، نرى أنهم على ضلال، إلا من أخذ بكفر، إلا من ارتكب كفرا بعينه. شخص متعين قال القرآن محرف، كفر. لا نكفر الطائفة الذي يقول بأن القرآن محرف، كفر. شخص يرمي أو يقذف سيدتنا الطاهرة عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها، كفر. لماذا كفر مع أن قذف المحصنات لا يؤدي إلى الكفر بل هو فسق؟ قال كفر لأنه هنا نقض القرآن، كذب القرآن الذي نزل بتبرئتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب والذين خاضوا في الإفك من بعض الصحابة الذين ندموا بعد ذلك ما كفروا، لأنهم خاضوا قبل أن تنزل التبرئة وأقيم عليهم الحد. لكن الأشخاص الذين يقذفون السيدة عائشة يكفرون. طيب واحد يسب أبو بكر وعمر يكفر؟ نقول لا يكفر، لكنه يرتكب فسقا ويدخل في أمر عظيم وسوء أدب على الله، سوء أدب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغير مقبول. لكن لا نقول كفر. لم يقل أهل السنة والجماعة بكفر من تطاول على الصحابة، إلا من قذف السيدة عائشة. ما سوى ذلك نعده على الضلال. فنحن نرى أن هذا ضلال وهذا ضلال، لكن لا تسفك بسببه الدماء، ولا يكفر أصحابه، ولا نقر الفتنة الطائفية التي يؤجج نارها لضرب المسلمين ببعضهم البعض. اتضحت هذه المسألة. إذن في شهر محرم الآن في عاشوراء، من شعر بالألم والحزن وتذكر ما جرى لسيدنا الحسين فهو على خير، من فرح بفضل الله فهو على خير. ومن كان يشعر بتشويش مما يثيره النواصب على سيدنا الحسين فيما خرج فيه، يقرأ في البداية والنهاية قصة استشهاد سيدنا الحسين في كربلاء. المؤلف من أئمة أهل السنة والجماعة ومن حفاظ الحديث الإمام الحافظ ابن كثير، يقرأها في سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، يقرأها في تاريخ ابن عساكر، يقرأها في ابن الأثير. كل هذه مصادر سنية يقرأ فيها ويرى المعاناة التي مر بها أهل البيت، يرى البطولة. سيدنا الحسين لما قام يتصدى، سيدنا الحسين من العجائب يا إخوان
جاء وقت صلاة الظهر فصاح سيدنا الحسين أوقفوا القتال، نريد أن نصلي، فأوقفوا القتال، فقام سيدنا الحسين يصلي فصلوا خلفه أعداؤه الذين جاءوا يقاتلونه. لماذا؟ لأن قلوبهم متيقنة أنه على الفضيلة، أنه على الحق، أنه صاحب الفضل، صلوا خلفه ثم قاموا يقاتلونه. فكان أول من قتل من آل البيت بين يدي سيدنا الحسين ابنه الكبير علي الأكبر، أخذ يرتجز يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، والله لا يحكم فينا ابن الدعي، سترون اليوم ستري عن أبي. فقاتل حتى قتل بين يديه. كان من بينهم عقيل بن الحسن بن علي بن أبي طالب، كان في 14 من عمره، 14 سنة عمره، فأخذ يقاتل، فاستقوى عليه أحدهم ورفع سيفه ليهوي عليه فصاح وعماه. كان سيدنا الحسين محاطا بمجموعة يقاتلهم، فما وصل إليه لو قد قد رأسه، وأخذ رجلاه لأن تتحركان على الأرض في ساعة الموت، فوضع رأسه على حجره وبكى وقال: يعز على عمك أن تناديه يا عماه فلا يجيبك. معاني نعيش فيها عظمة هذا البيت الطاهر. لا بأس يقرأ الإنسان يتعلم، لكن لا تجعل لقلبك اشتغال بالحقد والكراهية. اشتغل بعظمة وفضائل هؤلاء، ولا تشتغل بالكراهية والحقد على من آذاهم. من آذاهم قد ذهب إلى ربه وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى. اشتغل بمعنى الراقي الموجود فيما هم عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طلنا الليلة الدرس، ولكن للمناسبة التي تقبل علينا وعليكم نسأل الله لنا ولكم كمال التوفيق.